السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. فيديو النهارده كله نشاط وحماس، يلا قومي بقى شجعي. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله العيش الفلاحي، وهعمل برضو صينيه عجه كده، وهشارك معاكم اليوم. يا رب الفيديوهات بتاعتي كده تكون خفيفه وتكون بتعجبكم. هنا طبعا بنخل الدقيق عشان لو في عفراية اي حاجه. لازم انخل الدقيق كده، حتى لو انت بتشتريه من بره لازم تنخليه. هنخله بقى كده حلو، وبعد كده هجيب الحاجه اللي انت بتعجني فيه، وهحط فيها كده ميه، وهحط بقى الملح والسكر والخميره. العيش اللي هو الفلاحي ما بياخدش الا ملح وسكر وخميره وشويه زيت كده. لو عايزه تحطي براحتك انت. هنا حطيت بقى كميه الميه، طبعا انا عامله كميه دقيق ياما، فانت بتحطها على حسب الكميه عندك. حطيت بقى معلقه كبيره او معلقتين خميره، وحطيت معلقتين 3 سكر، وحطيت شويه ملح، وحطيت الميه. بس ما فيش اكتر من كده. نخلت الدقيق نخله نضيفه، وهاخده كده احطه على الميه بالملح بالخميره بالسكر، وهفضل بقى ادوب الاول الدقيق بالميه، وبعد كده اقلت على طول. هنا بقى انا حطيت شويه، وطبعا ست معايا برضه بتحط لي يعني وبتعمل معايا. كل ما ادوب شويه من الدقيق ارجع تاني نحطه دقيق تاني. ده كان نفس اليوم بتاع التخزين بتاع الصلصه ده. كان تاني يوم انا عبيت الصلصه معاكم تاني يوم. اليوم ده انا حبيت معاكم الصلصة تكملة يعني الفيديو اللي عدى. وهنا بقى انا كنت عجنت الاول وبعد كده عبيت الصلصة. اول حاجة يوم العجين بالذات، اول حاجة ببدأ بها يومي بعجن الاول، وبعد كده بشوف اللي ورايا على ما العجين معاك يخمر ويبقى حلو معاك ويخمر وكده، تكون انت مثلا عملت اللي وراك كله. لان طبعا زي ما انتوا شايفين معايا كده انا بعمل كمية كبيرة، فلازم املك يعني يومي من بدري. ما ينفعش مثلا اخلص اللي ورايا الاول وبعد كده اعجن، لا انا كده هتاخر. انا اول ما انزل كده بنزل الطيور الاول واخلص اللي ورايا تحت. وبعد كده بجيب الدقيق وانخل على طول واعجن العجين، اسيبه بقى يخمر براحته. اكون مثلا نظفت البيت، غسلت المواعين اللي ورايا، ملت الجزايز او الجلل اللي عندي، مثلا فطرت، جهزت الغدا. كل الحاجات دي ما بتاخدش معاكي نص ساعة او ساعة بالكتير خالص، يكون معاكي العجين خمر. اللي خلاكي بقى لسه تقولي انا مش هعجن ولا كده. لما مثلا انضف واخلص الاول واعجن على رواقه، هتعجني وهتقعدي تستني العجين على ما يخمر معاكي، ولا تعجني وتشتغلي حواليه وبعد ما تخلصي شغل هتلاقي عجينه خمر تقومي مجرسه على طول، ويبقى كده خلصتي مهمتك على طول. طبعا هنا بزود ميه اول باول كده عشان خاطر العجين ما يلوش معايا على طول. افضلي بقى لت في العجين ده لحد ما العجينه معاكي تكون مظبوطه. الحله اللي في ريحي دي بنات فيها شويه ميه كده، بعمل بيها يعني عشان خاطر اسلك ايدي. بحط ايدي كده فيها واسلك ايدي عشان خاطر من العجين ما يلزقش في ايدي او كده. همسك بقى العجين كده لته واخليه كده دايب وحلو في ايدي لحد ما تلاقيه ناعم خالص وحلو، العجينه حلوه مخدومه حلو معاكي في اللات. هحط بقى شويه زيت كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا تشهدي بقى وتعملي عجينه. وهنا بقى كنت خلاص يعني نضفت المجور ونضفت ايديك، نضفت خلاص مكان العجين. هرشتها كده على شويه دقيق وخلاص كده. هنا بقى بنتي بتعمل زي ما حبيتش برضو افصل الحته دي، حبيت اسيبها زي ما هي كده. هغطيه بقى واحطه في مكان كده ما يكونش داخل له هوا عشان خاطر يخمر معايا على طول. بس هنا خلاص شلت بقى العجين ومسكت كده، كان عندي شويه مواعين ما همش ياما ولا حاجه، همسكهم برضه اغسلهم على طول. على ما اغسل بقى المواعين وانضف البيت وكده هيكون معايا العجين خمر، همسكه كده اقطعه على طول واجرسه.
يا رب الفيديوهات بتاعتي كده تكون بتعجبكم، وتكونوا بتستفادوا يعني منها لو حاجة بسيطة. خلاص هنا بقى ايه، قطعت العجين كله زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده هنخبزه على طول. طبعا انا عامله فيديوهات ياما عن الخبز وكده، فما حبيتش يعني اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. وهنا بقى كنا في اخر الخبيز، كنا في اخر يعني شويه، حطيت كده شويه من البصل، مش شويه يعني 5 6 كده بصلات صغيرين، وحطيت برضو بطاطستين 3 عشان خاطر الغدا. احنا بنحب البصل المشوي بيبقى جميل. تحطيه زي ما هو كده، بصلتين كده كبار او البصل اللي عندك، وتقوم حاطاه في الفرن لحد ما يستوي معاك، وبتطلعيه تقشريه وتاكليه بيبقى طعمه حلو. عندي يعني البنات بيحبوه. بس هنا خلاص بقى هخلص العيش ده زي ما شفتوا كده. طبعا انا بعمل كمية كبيرة واحطها في الفريزر على طول، بستخدم منها يجي اسبوع او اسبوعين حسب ما بيخلص. اما بيخلص بعمل غيره. شايفين العيش لونه حلو ازاي؟ انا بحب اطلعه لين كده عشان زي ما قلت لكم بحطه في الفريزر. هنا بقى خلاص كنت خلصت بقى، قمت على طول. طبعا الفرن انا وطيته خالص عشان هعمل صينية عجة واحطها في الفرن على طول. طبعا اسهل حاجة صينية العجة دي، مش هتاخد معاك وقت. كان عندي بقى وانا بعبي الصلصة كده، طبعا انا معبية الصلصة في اليوم اللي انا عاجنة فيه. سبت شوية، كنت عارفة يعني انا هعمل ايه، فسبت شوية كده مع كبشة او 2. وهنا بقى حطيت شويه كده من الزيت، وجبت بصلايه كبيره خرطتها زي ما شفتوا، ونص قرن فلفل او قرن فلفل حسب ما تحبي، وشويه توم كده 3 4 فصوص توم. وبعد كده ايه بتحط الصلصه بقى وتشوحوا كل ده. وانا زودت الصلصه شويه ماء عشان خاطر كانت تقيله معايا. يا دوبك هتغلي كده واطفي عليها، تحط التوابل بقى اللي انت تحبيها. عايزه تحط مكعب مرق الدجاج، حطي فلفل، كمون، كزبره. عايزه تحط شويه توابل، شويه اللي هم السبع بهارات زي ما تحبي انت في التوابل. لو ما عندكيش حاجه وعايزه تحطي ملح وفلفل اسمر وخلاص براحتك برضه. هنا بقى العجينة هحط كده. انا حطيت 3 كوبايات ونص دقيق، وحطيت شوية خضرة كده، شوية خضرة حلوين، وهحط 3 بيض وكيس بيكنج باودر، والتوابل برضو اللي انت تحبيه. وهنزل بقى بالتخديعة وشوية مية بقى ايه، تعملي العجينة كده. وانت طبعا بذوقك انت حابه تحط بيض اكتر من كده برضو براحتك، بس احنا متعودين على كده وبنعملها زي ما هما ما اهالينا يعني بيعملوها. وطبعا انا بعملها على طول الحمد لله يعني بتكون حلوه. بعملها في عيش لين كده بتكون حلوه معاكي، ويعني وتغيير بدل اللحمه والسمك كل يوم. حاجة كده تغيير وطعمها جميل، جربها ان شاء الله تعجبك. وهتعتمد عليها على طول. تعملي شوية عيش كده سخنين، وافرحي صينية العجة على شوية بطاطس ايه بالصلصة كده. قلبي بقى، خليها عجينة ما تكونش لا هي طرية قوي ولا هي لابسة قوي. خليها كده مظبوطة عشان تطلع معاكي هشة وجميلة. قلبي، اهم حاجة تقلبي حلو وتخلطي المكونات دي حلوة. حابة تحطي برضو زيت عليها كده وهي زي ما هي كده، وتقلبي براحتك، بس انا بحب اعملها خفيفة كده عشان ما تبقاش تقيلة وكلها زيوت وكده. وهنا بقى اختي خدت مني قلبت، يعني كنت انا بعمل حاجة تانية على ما هي كملت تقليب. طبعا حطيتها في الصاج كده زي ما شفتوا، وهدخلها الفرن على درجة حرارة هادية خالص، اكنك بتعملي كده صينية كيك. وطبعا بتدهني الصاج اللي انت هتحط فيه العجينة دي زيت من تحت. عايزة تبهريه بقى بالدقيق برضو براحتك، يعني تحط الزيت وتحط شوية دقيق كده عشان ما تلزقش. برضو انت ايه براحتك. وهنا خلاص دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة هادية خالص براحتها، هي ما بتغيبش تقريبا ربع ساعة. وهنا كنت قشرت شوية توم، وهعمل بقى التخديعة بتاعت البطاطس. حطيت كده طماطمتين او 3 على قرنين 3 فلفل. حط بقى ملح وفلفل اسمر، وقلبي بقى وسيبها تتسبك كده براحتها. وبعد كده انزلي بالبطاطس. انا كنت شويه بطاطس كده. طبعا البطاطس لما تيجي تطلعها من الفرن حطها في كيس كده عشان تعرق وتطلع القشره معاكي حلوه، وما تعذبكيش يعني في التقشير.
انا على ما كنت خدعت كده كانت هي حركت في الكيس، مسكتها قشرتها على طول وهرستها، وبعد كده هنزل على طول على التخديعه دي. وبرضو قشرت البصل كده زي ما انتوا شايفينه، وهقلب بقى البطاطس دي، وكانت العجة معايا خلاص استوت. هقدم بقى الغدا بتاعنا. طبعا كل ده كنا لسه ايه الظهر، طلعوا من الصلاة زي ما شفتوا واتغدوا على طول. هنا بقى كان لسه يعني ايه، قلت على ما صينية العجة هتطلع وكده، كان معايا صحنين كده، قلت اشطب المطبخ حواليه عشان اطلع من المطبخ يكون نظيف. بصراحة انا بحب اطلع من المطبخ يكون نظيف وهادي وما فيهوش لا صحن ولا حاجة خالص. وهنا خلاص بقى كانت خلاص استوت معايا. هقطعها بقى واقدمها في الاطباق واقدم الغدا بتاعنا مع عيش سخنة بقى احلى كده من اللحمة والسمك والحاجات دي كلها. ولازم كده نمشي امور بيتنا يوم، مثلا يوم نواشف، يوم مكرونة، يوم حاجات من دي. مش لازم كل يوم يعني لحمة وسمك. طبعا الحياة العيشة غالية وكل حاجة غالية، فانت توفري على قد ما تقدري. وغدا حلو اقتصادي حلو، مفهوش لا تكلفة ولا حاجة. كل حاجة الحمد لله من البيت، دقيق من البيت. يا دوبك البيض اللي جبته كانت ربطة الخضرة وشوية الطماطم وخلاص. بس هنا خلاص، وده اللي كان الغدا النهاردة. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وطلعتوا كده متشجعين منه ومتنشطين. يلا قومي بقى شوفي شغل بيتك، ما تكسليش. قومي لبيتك كده بالخير، ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرنا بالخير. وهنا خلص فيديو النهارده. يلا حط لي بقى لايك، ما تنسيناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. وشكرا.